بيكم فيديو جديد. النهارده هعمل لكم الجدول اللي احنا هنحط فيه المهام بتاعه الولاد عشان يمشوا عليه. طبعا ده هيخليهم يعملوا كل اللي مطلوب منهم ببساطه، وهيشجعهم يقوموا بيه دايما، وكمان يعني هيبقوا هم عايزين يعملوا الحاجه بتاعتهم عشان يكافئوا نفسهم. ويلا نبدا بسرعه مع بعض. هنجيب اول حاجه ورقه فاضيه، هنا هنعمل الحاجات اللي احنا عايزين نحطها في الجدول ده. هنرسم مثلا كده بس يعني على سبيل المثال، هنقسم 3 خانات. الخانة الأولى هنحط فيها المهام، وهنا هنحط الوقت، وهنا هنحط إذا كان هنا يعني عملها أو لأ. كل واحد هيقسم طبعا التقسيمة اللي هو عايزها، يعني ده بتختلف بقى على السن اللي هو عايز يعمل فيه الجدول. فدي التقسيمة دي بتاعتكم انتوا مش بتاعتي. هنحط مثلا هنا في المهام، مثلا عندي ان انا مثلا هيغسل سنانه او غسل الاسنان، الصلاة، حط مثلا الواجب بتاعه او اللي عامل الواجب بتاعه، واجب المدرسة، اللي هو مثلا ترتيب الغرفة مثلا، وهكذا. احنا كل ده هنحط بقى الحاجات اللي احنا عايزين نعود ولادنا عليها، والمفروض اللي مطلوبة منهم يعني على مدار اليوم. هنبدأ بقى مع بعض. اولا انا الحاجات اللي انا هجيبها، عندنا ورق فوم العادي اللي هو مش البرونز العادي، تختاروا اللون اللي انتوا عايزينه طبعا. وعندنا مسطرة، عندنا القلم اللي هو بتاع الوايت بورد، عندنا هنا برضو اللي هو فوق بس بيبقى فيه حاجة كده من فوق، يعني زي ورقة لمعة شوية بلمعة، ده برضو زي كده بس ده حاجة من قماش من فوق برضو فوم. طبعا مش هنستخدم كل ده، بس يعني ده كده يعني اختيارات مختلفة عشان اللي حابب ان هو يشوف حاجة جديدة او كده يبقى عارف ان فيه يعني امكانية ان هو يغير الشكل براحته. خلوا طبعا الولاد يختاروا الشكل اللي هم عايزينه. هنا في دبل فيس، وعندنا السكوتش، وعندي مسدس شمع. نبدأ بقى نعمل مع بعض. هنيجي هنا، انا هشتغل على اللون الازرق. هاجي مش هاخده كله، يعني هاجي مثلا على نصه، ابدا اعمل الجدول اللي انا عايزاه. مسطره كده، عشان خط. طبعا انا ده يعني هعمل الحجم اللي انا عايزاه احطه في المساحه يعني انا دلوقتي مثلا عايزه احطه في مساحه صغيره، هعمل على قدها. عايزه اعمل الفرخ كله، مفيش مشاكل، على حسب المساحه اللي انا هعلقه فيها. هاجي بقى زي ما قلنا، انا هعمله على 3 خانات مثلا، فهعمله كده. هقص
بس مش هقص على الخط ده، هطلع فوق شويه هقص هنا. هنا بقى انا هكتب الحاجات اللي انا عايزه احطها، مثلا هكتب الحاجه اللي مطلوبه منه، هكتب التوقيت اللي هو مثلا المفروض يعني يعملها فيه. هيقعد مثلا نص ساعه، مثلا هيعمل الواجب هياخد نص ساعه. عملها هنعمل بقى مع بعض ايه اللي هيحصل. زي ما قلنا المهام هنا، الوقت على حسب احنا هنعود الولد على ايه. يعني هو هيعملها مثلا في نص ساعة، فهنكتب له الوقت اللي هيعملها فيه، او مثلا هيتغدى في ساعة هيتغدى في نص ساعة، الكلام ده. او ان احنا هنعملها مثلا يعني هنغسل سنانا الساعة 7 الصبح مثلا لما يصحى، هنعمل الواجب مثلا الساعة على حسب 4 5، يعني ايه على حسب هو بيعمل الوقت امتى. بينام الاول بعد كده بيصحى، بيجي المدرسة يعمل الواجب الاول وبعد كده ينام. فده على حسب انتوا هتعملوا ايه. فالوقت ده يا اما ان احنا هنحدد له الوقت اللي هو هيعمل فيه المهمة اللي احنا حاطينها هنا، او ان احنا هنحدد الوقت اللي هو هيبدأ يعمله فيه. الحاجة التالتة هنا اللي هو عملها ولا لا. طبعا ايه يعني هنكتب مثلا هنقول مثلا المكافأة. تمام. انا طبعا انا كاتبه كده، بس انا مش هسيبها كده. ليه؟ لان انا هعمل عشان عندي انا يعني ولادي سنهم صغير، فانا هحط هنا مكان المهام هعمل صوره وهلزقها، او هجيب مثلا ستيكر ينفع على الحاجه بقى اللي انا عايزاها. يعني هجيب ستيكر مثلا ينفع مع كلمه المهام او الحاجه اللي هو يعملها، وهلزقها له هنا. وهنا الوقت هعمل مثلا رسمه ساعه وهلزقها هنا. هنا المكافأة مثلا هعمل ممكن الزق مثلا شكل مثلا نجمة اللي انا هستخدمها، وهقول لكم هعمل ايه. او هنشوف يعني كل واحد بقى على حسب اللي هيختار يحطه. هنا هحط المهمة برضو عشان انا ابني برضو يعني سنه صغير، فهحتاج هجيب مثلا ستيكر بالشكل اللي انا عايزاه، او ممكن من اي كتاب اقص الشكل اللي انا عايزاه. مثلا واحد مثلا بيغسل سنانه هقوم لازقاها هنا بمسدس الشمع عادي، او مثلا واحد بيصلي. يعني كل ده ايه سهل ان احنا نعمله. ممكن نطبعه على ورقة ونقصه ونلزقه، ممكن نجيب ستيكر نفس الشكل، ممكن نقصه من كتاب ونعمله براحتنا. والوقت احنا هنبقى نكتبه. المكافأة هي بقى دي اللي احنا هنشتغل عليها اكتر. هنعمل ايه بقى في المكافأة؟ انا دلوقتي ممكن اجيب في حاجات اللي هي الجاهزة اللي بتبقى فوم برونز، حاجات ملونة على شكل نجوم، بتبقى جاهزة اصلا وممكن تتلزق عليها عادي. بس انا دلوقتي يعني عندي اللي هو الفوم اللي انا قلت لكم عليه ده اللي انا عملت منه النجمة زي دي. هوري لكم بس تعملوها ازاي، عشان اللي مش عايز يشتري حاجة جاهزة يبقى يعملها. انا دلوقتي جبت، هنعمل لكم مثلا على اللون الاحمر. ادي انا دلوقتي قلبته على ظهره وجبت قطاعة على الشكل اللي انا عايزاه. ممكن اجيب وردة، ممكن اي حاجة يعني، ده برضو فكرة. واللي عايز يعمل شكل تاني او يقطع بشكل اللي هو عايزه براحته. هجيب القطاعة دي وهعمل على ظهر الورقة كده، هدوس عليها هضغط عليها، هتلاقي الشكل لو شيء مش عارفة واضح ولا ايه اهو. ده كده يعني ايه علم مكان النجمة. فانا هقوم ممكن بقى بالقلم مثلا احددها كده. همشي على الخط اللي عملته ده، همشي عليه كده بس حاجة بسيطة كده مش هيبان. ممكن بقلم رصاص برضو، وبعد كده هبدأ اقصه. طبعا الورقة نفسها يعني ممكن تعمل بقى عدد كبير.
وان احنا نجيب واحد ونعمله بالطريقة دي هيبقى اوفر من ان احنا نجيب اللي هو جاهز. انا كده همشي على الحرف بس. همشي كده حوالين الرسمة. دي كده بقى عندي الشكل ده، وانا واحدة كنت عاملاها قبل كده اهو باللون الفضي. بس ده اللي انا هحطه هنا، ده في خانة المكافأة. طيب انا هعمل ايه بقى؟ انا سايبه دلوقتي مساحه هنا فاضيه، هعمل بيها ايه؟ في زي ما قلنا هنا في عندي اللي هو السكوتش ده بيبقى فيه بيتباع بالمتر عادي، بس انا عشان عندي هنا البكر على بعض فهستخدم على قد المكان اللي عندي هنا. انا مثلا هعمل، ممكن اعمل على قد، ممكن اعملها واحده صغيره، بس هو انا هستخدم واحده كبيره شويه بالشكل ده. هجيب مسدس الشمس هاجي على الظهر وهلزق كده، هلزقه هنا. هسيبه ينشف وهاجي هنا على الظهر بتاع النجمة اللي احنا عملناها، هقطع جزء صغير من اللي هو الجزء التاني اللي بيلزق في السكوتش. هعمل يعني اقطع حته صغيره قوي وهلزقها هنا بمسدس الشمع برضه. وهلزقها كده وهسيبها تنشف المره التانيه. هسيبهم ينشفوا. بعد ما الشمع نشف هاجي دلوقتي اعلق هنا كده. طبعا انا هعمل عدد، يعني هعمل عدد كتير، ممكن اعمل على قد كل دول واعمل بقى شكل في الالوان، هيدي شكل حلو جدا وهيفضلوا متعلقين هنا. هاجي انا احط في هنا مثلا اعمل حته كمان احطها هنا بالشكل ده، وهعمل واحده هنا واحده، يعني على حسب انا هعمل له كام مهمه هيقوم بيها هنا. هحط قدامها حته سكوتش هنا بحيث ان هو لما هيجي هيعمل الحاجه دي وهيجي يعملها يخلصها، هيقوم واخد من هنا نجمه ويقوم حاططها لنفسه هنا. هنيجي نخلص بقى كل المهمات بتاعتنا، نيجي بالليل نقوم مرجعين الحاجة هنا ونحطهم كلهم ونبدأ تاني يوم بقى نفس الموضوع. فالموضوع ده هيشجعهم كتير جدا وهيخليهم يعني يبقى عندهم دايما
تحفيز او حافز ان هم يعملوا الحاجة اللي عليهم عشان ياخدوا نجوم اكتر. وطبعا كل ما هم يعملوا حاجة في الوقت اللي انتم محددينه او في خلال الوقت اللي انتم عاملينه لهم، هياخدوا النجمة. ما عملوش في نفس الوقت مش هياخدوها. فطبعا ده لازم يبقوا يعني محافظين على الموضوع ده، وهيخليهم ان شاء الله يعني هم هيقوموا بالحاجة اللي عليهم من غير ما انتوا اصلا تقولوا. فدي حاجة هتخليهم يعتمدوا على نفسهم، وحاجة هتعجبهم اوي. طبعا هيبقى حلو جدا لو هم ساعدوكوا في حاجة زي كده، ونقوا الحاجة اللي هم يعملوها والستيكر اللي يحطوه في المهمات ويعملوه يعني على الشكل اللي هو بيحبوه. ف يا ريت يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم طبعا اعملوا لي سبسكرايب، وما تنسوش تفعلوا الجرس. واي كومنت عايزين تحطوه او اي حاجه عايزيني ان انا اعملها لكم اكتبوا لي في الكومنتات تحت الفيديو، واعملوا شير للفيديو عشان ناس كتير تشوفه، وان شاء الله تستفيدوا منه.